تشوف نص البطيخة دي من بعيد تقول عليها بطيخة عادية، انما هي مش عادية، بالعكس absolutely دي بطيخة صفرة قلبها اصفر، صفرة من جوه. بشوفها كتير قوي في الفيديوهات وقلت يعني متحمسة اشوف طعمها عامل ازاي. هلوز ماما جابتها وفلقتها نصين، خدوا هما النص واديتني انا النص ده اصور بيه. يلا بينا نفتح البطيخة ونقول بسم الله. طب انا يعني كل دي عشان ادوق، ثانية ناخد حتة صغننة كده اهو. ايوه واو طعمها بطيخ. انا يا لهوي، طب انا ليه بعمل كده؟ طب ما اخد اللي هي ايه زي ما ماما بتعمل اللي هي كده اهو. ثانيه واحده يا رب ما تعورش بس. ايوه هي دي يا اختي، غرقت السرير. ناخد حته صغننه عشان اخويا بيصوت بره عايزه ادوق البطيخه، عايزه ادوق البطيخه. مش عارفه ليه عندي احساس اني عايزه اجربك مع جبنه اسطنبولي. الجبنه الاسطنبولي طبعا مش هعمل لها دعايه، هنخبي اسمها. وهنعمل بقى ايه؟ هنعمل دي، سامحيني ياما، نعمل دي كده اهو ماشي، وهنعمل كده اهو. اوعى وشك ريموت كنترول. الجبنه بتخلي البطيخه في حته تانية خالص. كانت غدوة جدي المفضله. حاسه اني بعك سيكا، فانا اشوفها على قلبي. بصي كطعم هي نفس ملمس البطيخ، نفس طعم البطيخ تقريبا، بس هي طعمها احلى، مختلفه عن البطيخ، مسكره اكتر وفيها ميه اكتر وبتتزلط كده. هي سبحان الله احلى من البطيخ، بس كنيو اكسبيرينس يعني هي زيها زي اي بطيخه. انا لفت نظري بس ان هي صفرة. انا مش عارفه ايه سبب صفرها، فيها بذر. ماما وهي بتجيبها ضحكوا عليها وقالوا لها ان هيبقى فيها طعم المانجا. جبنا بطيخ على اساس انه طعمه مانجا، بس للاسف طلع بطيخ. بصراحه هي طعمها بطيخ بس احلى من البطيخ. ماما لو شفت الفيديو وانا بعمل كده هتنفخني كنوع من التغيير، لكن هي بطيخه عاديه خالص. ولو حد عنده تفسير هي ليه صفرة يعني يا ريت يعرفني، عشان هي طعمها طعم البطيخ عادي. بس يا ستي باي.